سائلة من العاصمة تقول: شيخي الفاضل، أنا في حيرة من أمري. عندنا اثنان زوجتا أخوايا، يعني عرايس، زوج، واحدة زوجة خوها والأخرى زوجة خوها. نعم، ليستا متربيتان، يعوذ بالله. مرات تتزوج ماشي مربية. يا ولا مرأة باش تتزوج لازم تكون مربية، كيما السيارة كي تجي تسوق الطوموبيل. يا أخ، باش تسوق السيارة لازم يكون عندك رخصة السياقة. هكذاك المرأة باش تروح تسوق في دارها يولي عندها راجل وعندها دراري وعندها شيخ وعندها عجوزة وعندها جيران، ولازم تكون مربية، عندها أخلاق، تحشم، تحط عينيها، تخدم راجلها، تكون صادقة معاه، تخدم شيخها، تخدم عجوزتها، تربي ولادها على الحنان على الرحمة. إذا ما عندهاش هادشي واش جاية غير بلاطاي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول: ليستا متربيتان، كل منهما عندهما حقد وغيرة، الواحدة فيهما غير محبة لزوجها، ما تحبش راجلها. هذا راجلها اللي يخدم عليها ويجيب لها رزق الحلال ويصونها ويحميها، وجابها بالكورتاج والورد والزغريت وعلى شانها وعطالها اسمه، ولات السيدة فلان، ياه تتكسل قدام النساء، ما عندهاش حب لراجلها. سبحان الله. علاكي قاعدة معاه، علاكي تعذبي فيه وعلاكي تعبي فيه وعلاه قاعدة ما تحبيش راجلك؟ الله يسهل عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. النساء الفحلات، شوفوا يماتنا جداتنا، والله العظيم غير كاين انسان اعرفهم غير من شدة الحياء من راجلها، من شدة الحياء، غير ما تاكل قدامه، غير كي يجي من الخدمة ترقد الدراري، تحط له الماكلة، توجد له الماء باش يتوضا، تغسل له رجليه بالماء والملح، الماء الدافي، تحط له ياكل وهي واقفة واقفة حتى يشبع. هذاك يعني تفشش فيه. ولذلك هذاك الراجل باش يخرج من الخدمة على الخمسة يولي يخرج الخمسة غير 20، ماذا به يجهل باش يقبض طاكسي، يقبض المترو، على باله كاين مرأة فحلة راهي تسنى فيه. تمسح الدار، دير الحبق، دير الحنة في يديها وفي راسها، تسقم روحها، تقد ولادها، دار وجنة، دار وجنة. يا سبحان الله. وهذه ما تحبش راجلها ولا تقدره ولا تحترمه وتشتمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. مرأة تشتم راجلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد النهار جات واحد المرأة تشتكي لي من راجلها، دافية ودافية ودافية ودافية، تقول خلاص هذا هتلر وطل فيهم. رحت سقسيته، قلت له: يا اخويا وعلى ضربت المرأة مسكينة؟ قال لي: دخلت على 12 تاع الليل. تبعهم ليه؟ دخلت على 12 تاع الليل، قال لي نهار كامل ما على باليش وين راهي. وكي دخلت واش قال وين كنتي؟ هذه كلمة وين كنتي. واش قالت له؟ ذاك رويجل اللي غير عليا زعم، هذاك رويجل. اما لا ولا بلي راجل قبض المطرق واعطاها حتى استعرفت به بلي راجل، ولا تجي تستفتي عند الشيخ. شفتي كيف هاي كيف راجل تقول ذاك رويجل؟ قولي له وين كنتي. قال: كنت في المستشفى، ولا كنت عند يمه، ولا كنت جايه وقطعوا الطريق خاطرش كاش مسؤول جزائري راهو جايز يغلقوا الطريق. احنا وحدنا غلقوا علينا طريق قيم 7 سوايع. قال لك هو جايز مسؤول يغلق الطريق على الشعب خاطر هو واحد خدمته، واحنا خدمتنا قاع تعطلت. ولا تحترمه وتشتمه، هذا لو قاعد معها يرحم بابك ما تشتم في راجلها وشو يدير بها؟ يا وكاين الخير الحمد لله 18 مليون مرة بالأزواج، وكل العائلة تسمع، يعني هذه المرأة تسب قدام العائلة كلاما قبيحا، ولا تحترم حتى حماتها، يمات راجلها اللي ولدته لها وكبرت وجات خطبتها وزغرت عليها، ولا تحترم حتى حماتها وكل أفراد العائلة. ولباسها المخل بالحياء، يعوذ بالله يعوذ بالله.
أمام أفراد العائلة العرايس. والراجل هذا لازم يكون عنده غيرة. مرتك هي نيفك، هكذا مرتك هي نيفك، الشرف نتاعك. انت كيف تقبل مرتك تلبس لباس مخل بالحياء قدام العرايس؟ ما تقبلش، غير مقبولة. نش شوية الغبار على روحك، عوعش شوية، عوعش، فهمت؟ إذا أنت قلت لها في الخط كيف هذاك واقف هنا في العاصمة مع مرته، ومرته لابسة من غيره هدوم، كاع القماش اللي لابساته ما يجيش غير هكذا مرسو تاع 10 سنتيمتر. راح ليه واحد شاب، يعني ما شاء الله شاب، قال له يا أخي أسطر شوية المرأة تاعك. قال له صافي بليزير، كي تشوف الناس يشوفوا لك في مرتك، هذا دليل بلي نعرف نخير. تعرف تخير في جهنم، تعرف تخير، ربي يعطيك العقل إن شاء الله. أما لا هذه وزيد قال لك ولباسها المخل بالحياء أمام أفراد العائلة الاثنين معا، ومرضت حماتها من كثرة الكلام معها، لكن لا حياة لمن تنادي، لا احترام ولا تقدير لزوجها ولا لحماتها. يا سيدي عندما ينزل أخي لرؤية أمي تبدأ هي في المنادات والصراخ حتى يصعد إليها، ما تخليهش حتى يروح يزور يمه، تعسه من الطاقة. هي تشوف واحد يزور يمه تبدأ تعيط. حسبنا الله ونعم الوكيل. ندعيو لهذه الزوجة بالهداية، وندعيو لهذا الرجل باش ربي يعطي له حبوب رجولة، شوية يعوعش ويحل العين الحمراء، بالك تتسقم كي ولا راجل ما يقدرش يزور يماه، ولو كان يزور يماه تعيط عليه مرته. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه من علامات الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.